السلام عليكم. الاسم ديالي اشرف، كاين 20 سنه، دابا 23. غنهضر لكم في هذا الفيديو على تي ار تي. علاش اتخذت الخطوه باش نبدا تي ار تي. تي ار تي كيتسمى هرمونال ريبليسمنت ثيرابي، تستوستيرون ريبليسمنت ثيرابي بالخصوص. شنو هو التستوستيرون ريبليسمنت ثيرابي وعلاش اتخذت القرار باش نبداه؟ في الاول جربت جميع الحلول اللي كان خصني نجرب. بديت بالكارنيفور دايت، كنت كنتريني، عملت داكشي اللي خصو الواحد يعدلو باش يكون هيلتي وباش نحس كما كيحسو الشباب اللي تاهما في نفس السن ديالي، ولكن هما دايما كتجبر عندهم الطاقة في النهار، كيترينيو كيشوفوا الريزولتا وفي نفس الوقت عندهم مثلا شهوة جنسية كتكون طالعة. في الاول ما كنتش عارف علاش. ملي كنهضر مع الدراري كيقولوا لي حنا يوميا كنوضوا عندنا انتصاب عادي في الصباح يوميا، حتى لا كان يكون غير شي نهار لا، والايامات اخرى كاملين كيكون عندنا انتصاب عادي كنوضوا عادي. ديك الساعة عرفت بلي عندي المشكل زعما في الجسم ديالي، وزعما خصو يكون عندي شي حل. زعما هادشي هذا خصو يكون عنده شي حل. بديت بالكارنيفور دايت اول حاجه، مشيت مزيان في كارنيفور دايت، عطاتني ريزولطا مزيانين، حتى في التستوستيرون عطاتني ريزولطا مزيانين، غير هي ماشي سستينابل بالنسبه للاهداف اللي عندي. انا واحد الشخص اللي كنبغي نتريني وكتعجبني شي حاجه تكون فيها البيرفورمانس، وجاتني الكارنيفور دايت ما عطاتنيش ديك البيرفورمانس اللي كانت خصني في لاصال، في الترينامينتو في الجيم، ما عطاتنيش ديك البيرفورمانس اللي كنت كنفتش عليها. صافي عملت ديك الساعة تحاليل التستوستيرون، جبرت عندي 800، ولكن ما كنحسش براسي مزيان، ما كنحسش بديك الشهوة الجنسية اللي خصها تكون عندي، ما كنحسش بديك الطاقة في النهار ديالي اللي خصها تكون عندي، والجسم ديالي كيبان ضعيف، وبزاف د الحاجات اخرين. والانكزايتي الوسواس كيكون فيك بزاف. ملي كيكون عندك تستوستيرون ناقص في الجسم كاينين بزاف د المشاكل اللي كيكون عندك في الجسم كيكون عندك تستوستيرون ناقص. من موراها دازت المدة حتى لهاد العام هذا، عملت تحاليل التستوستيرون، جبرت عندي 673. ملي جبرت عندي هاد 673 بديت كنفتش، كنزيد نفتش باش نعرف واش كاين شي حل. حيت انا دائما كنت كنفتش على تستوستيرون ريبليسمنت ثيرابي، كنقول تستوستيرون ريبليسمنت ثيرابي تي ار تي اللي هي تي ار تي، كنت عارف راسي غنعدلها، غير كنتسنى الفرصه المناسبه وكنفتش على صافي ديك اللقطه اللي غنصافي، هذه هي اللقطه الاخريه ديالي غنبدا تي ار تي، ما غنزيدش نفكر. صافي فتشت مزيان، عرفت بزاف د الحاجات على تي ار تي، عرفت السايد افكتس الاضرار الجانبيه ديالو وقلت غنبدا. بطبيعه الحال قبل ما نبدا عملت شي تحاليل، عملت تحليل تستوستيرون، عملت تحليل الليبيدز الكوليسترول، عملت تحاليل الهيماتوكريت، سي بي سي ديال ضغط الدم، تحاليل ديال الاستروجين حتى هما، ديال دي 3. عملت هاد التحاليل هادو باش نعرف راسي منين غنبدا. اه صافي، وقلت اتخذت القرار باش خصني نبدا، حيتاش عرفت بلي بديت كنفتش بزاف، عرفت بلي هرمون التستوستيرون ديالنا كيتحارب. هرمون التستوستيرون كيتحارب، بغينا ولا كرهنا هرمون التستوستيرون كيتحارب. واخا تعمل اللي عملتي، واخا تحاول تعيش واحد المعيشه اللي برايمال، اللي زعما تحاول، ولكن انت دائما عايش في الدار، ضروري ما غترجع للدار، ضروري ما غتلاقى بالحاجات اللي الصناعيه، يعني ما عند لا مفر من هادشي هذا اللي حنا كنعيشو فيه. ما تقدرش تعيش 100% في الطبيعه، في نفس الوقت ما تقدرش تعيش ديك الحياة اللي خصك تعيش انت كرجل في الطبيعة، ما غتقدرش تعيشها باش التستوستيرون ديالك ما يتأثرش، ما يمكنش، مستحيل، باش نكونوا واقعيين. وصافي اتخذت القرار، وكان واحدة من احسن القرارات اللي اتخذت الصراحة في الحياة ديالي. انا ماشي من ديك النوع اللي غنقول لك اللي غنفلتري معاك في الهضرة. الصراحة ما حسيت بتا زعما سايد افكت كواحد الشخص كيتريني. كأي حاجة كيقولوا عندها سايد افكتس، مثلا القهوة عندها سايد افكتس، الدوليبران عنده سايد افكتس، الا كنتي غتمشي تريني عندك سايد افكتس من ديك لونطرينمون اللي غتمشي تريني، يقدر طيح لك البارة ملي غتكون كتريني. الا خرجتي بالطوموبيل عندك السايد افكت، تقدر تضربك السيده. الا
طللتي من الشرجم تقدر يضربك الريح، حتى هي عندها سايد افكتس. الا دوشتي وخرجتي يقدر يتمرض، يعني تا دوك سايد افكتس. ونفس الشيء غير هما كيما كنعرفوا اي حاجه في الميديا كيزيدوا فيها بزاف، وهادشي اللي جاني في التستوستيرون. اه انا باقي في الجرعات اللي دابا خدامين الصالح ديالي. هادشي علاش كنحس براسي مزيان، كنحس براسي الانتصاب كاين، كنحس براسي ما كاينش الوسواس في مره، كنحس براسي الثقه في النفس تزادت بزاف، كنحس براسي البناء العضلي كيما خصو يكون، الاستشفاء كيما خصو يكون، كنحس براسي مزيان اوفرول، كنحس براسي مزيان بزاف الحمد لله. والتستوستيرون واحد الحاجه اللي كتما هو الدواء، كتما الدواء دواء المشكله كاينه في الجسم ديال الانسان. يعني عندك ناقص تستوستيرون خصك تستعمل تستوستيرون. كيما كتكون مريض بالرواح كتشري الدواء ديال الرواح، ونفس الشيء التستوستيرون. عندك مشكله كتدخل الهرمون ديال التستوستيرون. الحاجات اللي الناس كيفكروا فيهم بزاف هي الخصوبة في التستوستيرون. هذه دايما الواحد، اي واحد واخا يكون ما عارف والو كيقول لك الخصوبة. بالنسبة للخصوبة كتريسكيها، انا بالنسبة لي غنقول لك ريسكيت الخصوبة ديالي، ولكن واش غنبقى نحس براسي ناقص؟ واش غنحس براسي ناقص يوميا؟ انا نبقى نحس براسي ناقص؟ ما عندها تا علاقه. انت تحس براسك ناقص باش تقول لي لا انا غنخلي الخصوبه ديالي؟ ما نحسش براسي ناقص. وحتى الخصوبه عندها حلول طبيه بحال الاتش سي جي، بحال ولا كتعمل بي سي تي. من مور ما كتبغي تولد كتعمل بي سي تي، ولا كتبدا تستعمل الاتش سي جي اللي هو كيحيي الحيوانات المنويه. دابا الجسم ديالنا عندنا فيه ال اتش والاف اس اتش، حيتاش ملي كيدخل التستوستيرون خارجي للجسم ديالنا كيوقف الخصيه. كتقول زعما انا صافي دخل لي دابا التستوستيرون، صافي غنوقف الانتاج. باش دابا عندي اللي تما التستوستيرون كيدخل والله ما نوقف الانتاج. صافي ملي ما كتبقاش تستعمل التستوستيرون الجسم ديالك كيعاود ينتج ديك الساعه. بعض المرات بلا حتى ماشي بعض المرات الجسم ديالك كيقدر يعاود ينتج تستوستيرون، والخصيه ديالك تعاود ترجع خدامه بلا حتى بي سي تي. كاين ناس ما كيعدوش حتى البي سي تي، اللي هي كتبدا تستعمل بعض الادويه بحال الكلوميد باش ترجع الخصيه تنتج دغيا، وصافي هذا ما كان. بطبيعه الحال علاش مثلا التستوستيرون عليه بزاف د الاضواء وبزاف د الهيلاله؟ الناس ملي كيسمعوا تستوستيرون كيتخيلوا الجرعات اللي كيستعملوها الدراري كمال الاجسام. الدراري كمال الاجسام ديك اللي كنشوفوهم كبارين بزاف كيستعملوا 1000 ملغ 1200 ملغ في السيمانه. انت ملي كتكون كتستعمل تي ار تي كتبدا ب 200 ملغ حتى ل 250 ملغ، الا ما كانش كتعمل لك السايد افكتس. ما شنو هما السايد افكتس؟ هما الاضرار الجانبيه. الا ما كانش يعمل لك الغاينو، الا ما كانش يعمل لك الاحتباس ديال الماء، الا ما كانش يعمل لك ضغط الدم، الا كنتي عامل الجرعه ما عامله لك حتى حاجه من هاد المشاكل هادي، عرف راسك ماشي مزيان، عرف راسك انت الطوب ديال الطوب. حاجه اخرى هي الناس كيقول لك التستوستيرون غيقتلك. كيقول لك لا شوف ديك خانه مات من التستوستيرون. واحد خانه كانت معروف زعما كيقول لك لا شوف هاد خانه مات من الستيرويد. هذاك مات ماشي من التستوستيرون، مات من الانسولين. هذاك واحد الشخص كي ابيوزي ستيرويدز كيتسمى كيستعمل بزاف د المكونات، كيستعمل مكونات اللي الجسم ديالك اصلا ما كينتجهمش. ماشي فحال التستوستيرون. التستوستيرون واحد الهرمون اللي ديجا الجسم ديالك كينتجو، حتى ملي كتدخلو تينا كيتسمى الجسم ديالك اصلا عارف كيفاش كيتعامل مع التستوستيرون. وهادشي علاش شخصيا تعرضوا عليا بعض الحاجات، بعض الادويه اخرين ما بغيتش نستعملهم، حيت انا كنشوف راسي خصني نشوف راسي صحي. طب هذه الحاجه اللي خصني نشوف راسي فيها. الحاجه اللي كتهمني هي نكون انا صحي، واحد الانسان صحي من دائما. واحد الانسان صحي كنحس براسي مزيان. يعني ما بغيتش نتعمق في الحاجات اللي كيستعملوهم الناس ديال كمال الاجسام. انا التستوستيرون هو اللي كيهمني، هو الحاجه اللي كنهتم بها بزاف. غنقول لك الا كنتي واحد الشخص حتى انت باغي تبدا تي ار تي وفكرتي بزاف وكتشوف الجسم ديالك ما كيساعدكش، بدا تي ار تي. الا عملتي تحاليل جبرتي عندك تستوستيرون 300 400 500 600 700 800 وما كتحسش براسك مزيان، بدا تي ار تي. ما تضحيش بالسنوات اللي غتحس براسك فيهم مزيان. ما تسناش ديك الهضره ديال السوشيال ميديا لا حتى نوصل 30 لا حتى نوصل 40. انت في العشرينات ديالك شنو زعما؟ الناس اللي في العشرينات زعما التستوستيرون ديالهم ما هابطش، حتى الناس اللي في العشرينات ديالهم عندهم التستوستيرون هابط. الناس اللي في العشرينات عندهم التستوستيرون هابط، عندهم مشاكل هرمونيه.
كون كنتش كنعرف ناس انا في العشرينات ديالهم عندهم تستوستيرون هابط، ما اصلا تجيني زعما في الشكل. ولكن اغلبيه دابا كتجبر بزاف، اغلبيه الشباب حتى هما عندهم تستوستيرون ناقص مدمر اصاحبي. اغلبيه الشباب كيقول لك كنحس براسي لا علاقه. اغلبيه الشباب شبرات فيهم ديك الفورما، كتجبرو عنده الكاينو، كتجبر عنده التثدي، الفورما لا علاقه. الفورما بحال المراه، الراجل عنده الفورما ديال المراه. دابا الاغلبيه ديال الرجال عندهم شبرات فيهم الفورما ديال المراه. هاد اللحظه جبر الناس كيشبروا الدهون في الاماكن اللي الانثى خصها تكون كتشبر فيها الدهون. علاش؟ بسبب الاستروجين، بسبب الحرب الهرمونيه. ماشي زعما نقولوا حرب، الله اعلم، ولكن كنقول كاينه واحد الحرب هرمونيه ضدك انت كراجل. هادشي بزاف، زعما بزاف هادشي هذا يكون عادي. ماشي عادي، هادشي ماشي عادي. انا بس كيجيني هادشي ماشي عادي. علاش انا ما غنزوق لك شي الهضره بحال الناس السوشيال ميديا. راه الانسان صريح، حتى صحابي كيعرفوني واحد الانسان صريح. دائما داكشي اللي على قلبي على لساني كنهضر. ما كيعجبنيش انا واحد الانسان ما كنفلتريش الهضره. ما كيعجبنيش نفلتري الحاجه. كاينه ما كايناش ما كايناش. هادشي علاش كتجبر دائما. كاين بزاف الناس ما كيحبونيش، ولكن كتجبر واحد الفئه كيعجبها الطريقه اللي كنهضر بها، كتعجبها الصراحه ديالي. وبطبيعه الحال الرسول عليه الصلاه والسلام ما كانش الناس كاملين كيعجبوه، ما كانش الناس كاملين كيتفقوا معاه. وهادشي عادي، خصك تقبله في الحياه. هذا ما كان. الا كنت واحد الشخص باغي زعما، انا ماشي غنقول لك زعما غنشجعك، ولكن غنقول لك الا كنتي واحد الشخص اللي كتشوف راسك جربتي اللي عليك، عملتي اللي عليك، وكتحس بنفس المشاكل اللي كنت كنهضر عليهم في الاول الفيديو، ما كاينش انتصاب، كتحس براسك لا علاقه، ما عندكش الطاقه في الجسم ديالك، ما كتحس براسك ما عندك شي القانه، ما فيك اللي يخدم، ما فيك اللي يعمل شي حاجه اللي كتساهل منك خصك تكون كتعدلها، وعملتي تحاليل جبرتي عندك التستوستيرون ناقص اقل من 1000، بدا هاد الخطوه هادي. هاد الشيء اللي غنقول لك، بدا هاد الخطوه هادي، وغتكون من احسن الخطوات اللي غتعدلها. ملي كنجيو نشوفو دكاتره كبارين كاملين بهم كيستعملوا تيستوستيرون، والصراحه انا كيجيني تيستوستيرون عليه واحد البروباغندا بزاف. لا ما كيقول لك لا ما تستعملش تيستوستيرون، لا ما تستعملش تيستوستيرون، اللي كتجبر هما اصلا حتى هما كيستعملوا تيستوستيرون. كيستعملوا تي ار تي، كيستعملوا الجرعات الطبيه باش يخليو الاجسام ديالهم خدامه بطريقه مزيانه. اه اشرف احمدي قال لك اللي كاين، حاولت نوصل لك المعلومه كما كان فيها معنا. وان شاء الله حتى في الفيديوهات اللي ماجينا نزيد نتعمق في هادشي هذا. والا كان عندك شي سؤال صار ردي في انستغرام ولا عمل كومونت في اليوتيوب، ان شاء الله نزيدو نتعمقوا في هاد المواضيع بحال هادو. خليك على خير.